السلام عليكم. هحكي لكم قصة حصلت بالفعل من حوالي أسبوع، محدش خد باله منها. يا ريتكم يعني كنت قريتوا الجرايد أو سمعتوا عنها. يعني الموضوع ببساطة، فاكرين بقى الأسورة اللي كانت اتسرقت من المتحف وخدتها الست وباعتها وسيحوها؟ اسمعوا الخبر ده بقى. البوليس قبض على واحد بتاع آثار، ممكن يكون إيطالي فرنساوي، المهم خبير آثار يعني، ومعاه قطعة أثرية كان بيهربها بره مصر. طب حصل إيه بعد كده؟ جابوه، تعالى انت بتهرب اثار، جبت القطعه دي منين؟ كشف عليها بعض الخبراء في مصر، قطعه اثريه فعلا حقيقيه اصليه. قال لهم جبتهم من شباب كذا كذا كذا. تتبعوا خط التليفونات والسير وكده، جابوا الشباب وقبضوا عليهم. بعد ما قبضوا على الشباب دولت، الشباب لقوا نفسهم ايه؟ رايحين في داهيه، رايحين في مصيبه، بيبيعوا اثار حقيقيه. فراحوا قايلين للبوليس وهو بيحقق معهم: الاثار مزوره. نعم. يعني ايه مزوره؟ يعني يا باشا والله العظيم ده تمثال احنا اللي عاملينه. ازاي انتوا اللي عاملينه؟ يعني التمثال دوت كاشفين عنه، والخبراء كاشفين عنه وقالوا انه اثري. قالوا له والله ما اثري. يعني احنا هنكذب الخبراء بتوعنا بتوع مصر؟ والخبير الفرنساوي او الايطالي ده خبير عالمي اللي اتقبض عليه معاه الاثار ده، انتوا بتتكلموا بتقولوا ايه؟ احنا معانا الدليل. معاكم دليل؟ دليل بعد الخبراء؟ ايه الدليل اللي معاكم؟ معانا فيديو احنا بنصنعه. نعم. وريني يا ابني. اتفرجوا على الفيديو، لقوهم فعلا هم اللي بينحتوا التمثال ده، معاهم دليل براءتهم، هم اللي صنعوه هنا في مصر، شباب مصريين. طب ازاي ده حصل؟ عملتوها ازاي؟ يعني خلينا نفهم، علشان الموضوع كبير جدا. ده كده في مشكلة كبيرة. التمثال اثري اثري اثري، وبتقولوا ان انتوا اللي صنعتوه ومعاكم فيديو دليل براءتكم. طب ورينا الفيديو. اتفرجوا على الفيديو، لقوهم هم اللي صنعوا فعلا. قال لهم بقى تعالوا هنا، البوليس قاعد معاهم: احكوا لنا الحكايه، عملتوه ازاي؟ وازاي بقى اثري؟ ازاي التمثال ده مزور؟ وازاي كل الخبراء قالوا عليه اثري؟ قالوا بص يا فندم، هي الحكايه كلها خدعه. احنا كنا بنروح بعض المعابد، بنلاقي حجر واقع من المعابد القديمه، حجاره واقعه من المعابد القديمه، فبنعرف تاريخ المعبد من كام سنه، مش عارف ايه، والحته الحجاره اللي واقعه دي بناخدها نشكلها نعملها تمثال زي الفل. طب عايزين نديها لون. كان في معبد طالعه منه نفرتيري، حاجه زي كيلوباترا، حاجه زي كده. المهم كان في بعض الادوات اللي فيها الوان، فكنا نروح ناخد حته صغيره من الالوان دي، لان الالوان دي قديمه، ونروح جايين دهنين بيها ايه، ما ناخدش حته كبيره، عشان كده محدش بلغ بالسرقه. ناخد حته من الجرار اللي فيها الوان قديمه بتاعه تصنيع الحجاره والتماثيل والحاجات دي، وندهن بيها التمثال. جه الخبير: كام القطعه دي يا عم؟ مليون دولار، 2 مليون دولار، 500 ألف، نص مليون، حسب القطعة ما بنبيعها. يجي يكشف عليها يلاقي الحجارة قديمة. نقول له دي من 3200 سنة، دي من 2006. بيصدق لأنه بيكشف عليها فعلا، بيعمل عليها اختباراته، بيلاقي فعلا التمثال ده قديم. يكشف عن الألوان يلاقيها ألوان قديمة، يقول لك التمثال ده أصلي، ويروح دافع الفلوس. وده اللي حصل، واحنا والله ده تمثال احنا اللي عاملينه. الناس اعترفوا بسهولة عن الجريمة اللي هم عملوها عشان يخرجوا براءة، رغم ان هم كانوا حاطين ايديهم يعتبر على كنز محدش يقدر يكشفها. طبعا كده الخبير مع السلامة. الشباب دول هيتحبسوا بتهمة النصب. بس معرفش بقى هيعملوها معاهم ازاي يعني، او ايه العقوبة. بس الخبر ده او الموضوع ده ما خدش الضجة الجامدة زي ما خدته البت اللي سرقت الاسورة وسيحوها دي، رغم ان ده اخطر من الاسورة 100 مليون مرة في النصب. لانه فعلا كل حاجة، حتى الخبراء المصريين قالوا ده تمثال اثري. الخبير الفرنساوي اللي جاي من بره ولا ايطالي قال لك اثري. احنا عندنا شباب عندهم عقل، لو شغلوه صح مش في الشر، يعني بجد يكسبوا ذهب. طب ما يشتغلوا في النحت، يبيعوا فعلا تماثيل مقلدة ولا حاجة وتتباع بسعر حلو، وادام هم بالمهارة دي. يا رب يكون الخبر عجبكم. تحياتي ليكم، تابعوني محمد ابو فرحة، خلوني اعرف ارائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.